أن محاربة الأشعرية كما هو شائع عند البعض هي محاربة للإسلام ولكن بأسلوب مقنع. فإذا هدمنا الأشعرية وهدمنا الماتريدية وما أنتجوا، أول ما يترتب على ذلك أن تنقطع صلتنا بتراثنا الإسلامي وبسلفنا الصالح السابق وفي كل الميادين العلمية كما ذكر. أضف إلى أن أسانيد مثلا القرآن الكريم والقراءات أو أسانيد الفقه أو الأصول أو الحديث، لو نظرنا إليها وقلنا بأننا لا نأخذ عن المنحرفين واعتبرنا الأشاعرة والماتريدية هم من المنحرفين أو هم واعتبرناهم منحرفين، سيترتب على ذلك ألا نقبل ولا إجازة. وهذا فيه هدم للإسلام بكل معنى الكلمة. صحيح. تصور الآن إنسان يأتي يقول أنا أريد أن أقرأ القرآن والقراءات ولكن لا أستجيز أشعريا أو ماتريديا، لا يجد مجيزا، لا يجد لذلك سبيلا. أو واحد يقول لولا الإسناد قال من شاء ما شاء والإسناد من الدين إلى آخره، وأراد أن يأخذ إجازة في علم الحديث، سواء كانت إجازة عامة للبركة رواية أو إجازة بالإقراء مع الرواية والدراية، فإنه لا يجد إلا الأسانيد التي قال بها الأشاعرة وحمل الخلف عن السلف وهكذا. إذن التصويب الآن على الأشاعرة في بيان أهمية العقيدة الأشعرية، وأضف إلى ذلك في بيان الثقة بالعقيدة الأشعرية بأنها العقيدة الوسطية التي جمعت متفرقات عدة لكن أعلاها جمعت بين العقل والنقل، ليس هناك تضارب بينهما، وعملت على عقد مصالحة بين العقل السليم وبين النقل الصحيح. وأيضا الكلام عن الأشاعرة والماتريدية يكسبنا معرفة بعلم الكلام إن صح التعبير أو المنطق بعد أن هذبه علماؤنا.